هذا الشاشة الرئيسية لتطبيق السيارة. للإنشاء حساب في تطبيق السيارة تضغط حسابي. عندك اختيارين، فيك تختار إنشاء حساب إذا كنت أول مرة تستخدم التطبيق، أو تختار دخول إذا كنت عندك حساب. راح أختار إنشاء حساب. الآن عندك اختيارين، إذا كنت تبيع قطع غيار سيارات أو كنت بدك تشتري قطع غيار سيارات فلازم تختار دخول كبائع أو مشتري. لكن إذا كنت تعمل كمركز خدمة للسيارات أو كنت تعمل ميكانيكي أو تعمل في أي مجال إله علاقة بالسيارات بتقدر تسجل حالك كمركز خدمة. راح أختار اشتراك كبائع أو مشتري. بعدين تكتب اسمك وتسجل كلمة المرور، تعمل التأكيد على كلمة المرور وتكبس التالي، وبعدين تكتب رقم تليفونك وتكتب عنوان شارعك وتختار مدينتك. وبعدها تضغط تسجيل، وراح يطلب منك كود، وبعد شوي تطبيق اوتوماتيكيا يرسل لك كود مؤلف من 4 أرقام، لازم تدخل هذا الكود. وبعد ما تدخل الكود بنجاح خلص إلك حساب بالتطبيق، صار عندك حساب بالتطبيق وكل شي تمام.